ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب يا رب يا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والفرح والسرور والحب. النهاردة معانا حاجة حلوة كلنا بنعشقها وبنموت فيها، صغيرين وأطفال وكبار. بنحبها وبناكلها سخنة في الشتاء وساقعة متلجة، ومعاها الآيس كريم في الصيف. معانا رز بلبن بكل تكاته وحركاته من مطبخ مارجو. يا رب يعجبكم يا حبايب قلبي. وطبعا هقول لكم ازاي تعمليه وازاي تزوقيه وتجرنشيه، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. ودلوقتي هبدأ معاكم مكونات الرز بلبن. كيلو لبن، كوباية الا صبع رز، معلقتين من بودرة الكريم جانتيه، معلقتين نشا، ومعايا كيلو لبن وكوباية سكر. هبتدي اغسل الرز حلو قوي وعلى مية نظيفة هحطه على النار لحد ما احس ان الرز استوى وبقى طري معايا وتشرب المية بتاعته. طبعا هدوقه بالمعلقة من على طرفها كده. لما الاقي الرزاية اتهرت ابتدي اضيف لها كيلو اللبن بتاعي. زي ما انتوا شايفين بوطي ايديا عشان اللبن ما يوقعش، وابتدي احط اللبن على الرز على الحله وايدي فيه علشان ما يلزقش الرز جوه الحله. اللي بيحلي الكميه دي من اللبن والكميه دي من الرز كوبايه من السكر. احط كوبايه السكر وابتدي اقلبها حلو جدا، ومعايا معلقتين من الفانيليا السائله او باكيتتين من الفانيليا الباودر هحطهم، وبرده ايدي في الرز بلبن علشان ما يشتش. ادي معاكم معلقتين من الكريم جانتيه، دوبتهم يا في معلقتين لبن يا في معلقتين ميه، وضفتهم للكميه اللي انا حطيتها من الرز واللبن. وزيهم برده بعد ما اقلب حلو جدا، طبعا الكريم جانتيه بيدي طعم حلو جدا جدا للرز بلبن وقوام مستساغ. معايا برضو معلقتين من النشا هدوبهم يا في لبن يا في ميه واحطهم على الرز بلبن بتاعي علشان بيخلوه مش سايب قوي، ماسك سنه وقوامه حلو جدا. زي ما انتوا شايفين الحله بقى فيها كل المكونات، الرز مستوي واللبن والفانيليا وكريم جانتيه والنشا. رايحه جايه اقلب في الرز بلبن لحد ما احس ان قوامه بقى الحاجه اللي انا عايزاها، ولا هو سايب قوي ولا هو جامد قوي. اول ما الاقيه كده اطفي عليه وكده الرز بلبن بتاعي يبقى استوى. هبتدي اطفي عليه النار واغرفه في الاطباق بتاعه التقديم بتاعتي، ولازم ايدي تبقى متزنه. اغرف كل الاطباق نفس الكميه علشان اللي ياكلها يحس ان هو شبعان. بعد ما غرفت الرز بلبن في الاطباق بتاعتي بحاول ازوق وشه، طبعا على حسب هاكله امتى وهاكله ازاي. في ناس بتاكل الرز بلبن في الشتاء بياكلوه سخن وبيحطوا له جوز هند وزبيب، وفي ناس بتاكله في الصيف بيحطوا له ايس كريم وجوز هند وزبيب واي نتس عندك. كل واحده هي وامكانياتها واللي اهل بيتها بتحبه. زي ما انتوا شايفين انا عماله ازوق الرز بلبن. حطيت له جوز هند في الاول فرشه في القعر، وبعدين حطيت له كميه من الزبيب، وطبعا عندي كمية من البندق زوقته بيها. زي ما انتوا شايفين شكل اطباق الرز بلبن يفرح. انا عايزاكوا تيجوا تشموا الريحة معايا تجنن. احلى رز بلبن ده ولا ايه؟ عاشت ايديكي يا بنت يا مارجو. دلوقتي اللي شاف طريقة عمل الرز بلبن بتاعي وعجبته، شم ريحتها وداق طعمها، يخش قناتي ويشترك فيها ويدعمني بلايك ويكتب لي احلى كومنت. بحبكم كلكم. استنوني في طبخة جديدة من مطبخ مارجو او وصفة من وصفات الحلويات. بحبكم كلكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله. استنوني في وصفة جديدة من مطبخ مارجو. بحبكم كلكم. باي باي.